الأطفال مكانهم البيوت. في ستات كتيرة جدا بيقابلوا مشكلة في الإنجاب، في منهم اللي بتتخطاها بالعلاج وربنا بيرزقها بطفل جميل، وفي اللي العلاج مش بيكون هو الحل. هل ده معناه إنها كده اتحرمت من إحساس الأمومة الغريزي اللي هي بتتمناه؟ الفترة اللي فاتت مصر حصل فيها طفرة في موضوع الإنجاب والتبني ده. بالمناسبة مش كل اللي اتحرمت من الإنجاب ست متجوزة، ممكن قوي تكون بنت عدت مثلا سن معين وما تكونش اتجوزت بإرادتها أو ما لقتش حد مناسب ليها. الدولة عملت كورس إلزامي لأي ست عدت ال 30 سنة وناوية انها تتبنى طفل، وكل 3 شهور بتنعقد لجنه بترفض او تقبل المتقدمين على حسب بقى هو فعلا كفء ومستعد والكورس كان تمام فيه ولا ظروفه ايه. ده غير ان بقى في جروبات كتيره جدا على السوشيال ميديا مهتمه جدا بموضوع الانجاب والتبني، زي مثلا جروب الاحتضان في مصر اللي اسسته يمنى دحروب، وجروب يلا كفاله اللي اسسته رشا مكي. الجروبات دي بتدعم دعم كبير للستات والاسر اللي بيهتموا بموضوع التبني، ان يكون اي حد كفء وجاهز انه يتبنى طفل يتبناه حتى لو ست مش متجوزه. الوزارة عاملة خطط ان شاء الله قريب جدا هيكون دور الرعاية ما فيهاش ولا طفل، لان الاطفال فعلا مكانهم الحقيقي بيوت واسر تحتويهم وتراعيهم. جايز يكون تاخر الانجاب او عدم الجواز ربنا مسببه علشان تدي الحب والعطاء اللي جواكي لحد محتاج الحب والعطاء ده. الرضا بالاقدار صعب، بس لو بصينا من زاوية تانية وشفنا ان كل حاجة بتحصل هي في الاساس خير لينا ولمصلحتنا، نظرتنا للامور كلها هتتغير. هسيب لكم اسامي ولينكات الاماكن اللي بتساعد على التبني تحت في الديسكريبشن، بس اهم حاجه نفهم ان التبني مش حل لازمه مؤقته. للاسف في ستات كتير ممكن تتبنى طفل ويعيش معاها لسنين، وبعد كده ربنا يكرمها وبتحمل وبتجيب طفل تاني وبترجع الطفل اللي اتبنته للدار مره تانيه. انا عايزه اقول لك ان انت بالنسبه له بتبقي فعلا الدنيا، ما ينفعش بعد ما تديله الرعايه والحب والحنان ده كله ترجعيه لاي دار تاني، ده بيأثر جدا في نفسيه الطفل. الام مش هي اللي خلفت، الام هي اللي ربت وحنت واهتمت، واكتر حد محتاج الاهتمام والرعايه دي هي الطفل اليتيم. ما تخليش عدم الانجاب ياجلك سعادتك، حلي ازمتك وما تنسيش ب 20% بس من المجهود هنحقق 80% من الاهداف. واشوفكم الحلقه الجايه.